وهي والضغط عليه من فريد شوقي. عبد العزيز الشاعر لسه بقول لحضراتكم يضرب مصاصه تسلل يدخل منطقه الجزاء. عبد العزيز الشاعر حلوه، والصعيدي واول اهداف اللقاء. الصعيدي واول اهداف اللقاء عملوها في رودين النصر النهارده عبد العزيز الشاعر واحمد الصعيدي، ومن هجمه مرتده متقنه من رفاعي وهي يلعبها لعبد العزيز الشاعر اللي ضرب مصيده التسلل، يدخل منطقه الجزاء الشاعر ويلعب العرضيه يقابلها بشماله اللاعب احمد الصعيدي، تسكن شباك الحارس الغرباوي ليعلن عن هدف لفريق الداخليه. حسام وعصام، يا سلام يا سلام يا حسام بيسجل الهدف ال 12 له في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وهدف التعادل لفريقه بعد نزوله ب4 دقائق فقط. حسام باولو كان قاعد على الدكة ليه يا كابتن علاء. الكرة المباشرة، النصر يقدر يخطف كرة حلوة. الصعيدي يا ولد بقول حلوة، الصعيدي ارتقاء ولا اروع، ويسجل رأسية رائعة في مرمى الحارس الغرباوي. هدف بالقدم وهدف بالرأس للاعب احمد الصعيدي. برافو احمد، قلت لحضراتكم مميز جدا في انه يقطع على القايم القريب. المرة دي سرق لعيبة الداخلية كلهم وراح على القايم البعيد ومن اعلى نقطة يا ولد، وهي بيحط له الكرة، انما سجل في مرمى عصام ثروت هدف التعادل. كرة تتسدد على مرتين ويلعب البينيه لحسام باولو، انما يقع على الارض ويكمل احمد تمساح في الكره الماضيه. بيسجل احمد تمساح بسن الحذاء. تمساح هدف التعادل، سجل حسام باولو.